التاتو اللي لسه ما حطيتش تاتو في الوقفه، حضرتك تفتكري انك تحطي تاتو في العيد، لان التاتو بتاع العيد غير. عايزه اقول لكم ان التنت بتاع ايثار يا لهوي حوار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. من الفيديو اللي فات والله ما اتحركت، واختي جايلك النهارده بتحضيرات يوم العيد للمتزوجات. اعمل ايه يا دينا يوم العيد؟ انا مش عايزاه يعدي عليا يوم عادي. خلاص طبقت يوم الوقفه، تعالي بقى في يوم العيد. خلاص انت صاحيه رايقه وهو كمان مزاجه عالي، ها تمام. فانت لازم تخشي كده على العيد ايه، فرفوشه مام، وشك ده بدر منور. اعمل ايه؟ صباح الفل صباح الخير. فطارنا الصبح عادي جدا، شاي بلبن، بتاع بنسقي فيه ده اسمه جنين، بسكوت، ايا كان اللي هنفطر بيه. لو هو هيروح عند مامته وانت هتروحي معاه، طبيعي جدا 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 انك بتكوني لابسه الحاجه الحلوه بتاعتك. ماشي. طب يا دينا لا انا هروح عند طنط نقعد عندها طول النهار، هقول لك لا مش هتقعدي عندها طول النهار، بس انت على الاقل معاه الصبح اللي هي صباح الخير على الاقل. طب عشان نرجع العيال مثلا هيروحوا يلموا العيديات، مش عارفه ايه، هتنيميهم، هيرتاحوا شويه، هينزلوا يلعبوا تاني، هيروحوا على قرايبهم، ايا كانت اللي هيحصل. فانت متسيستمه في دماغك ان في بيجامه العيد اللي هي الكتكوته البطبوطه القطقوطه اللي انت هتقعدي بيها قدام. الله اكبر. دايما عاملي نفسك على انك كتكوته. دينا عندي 3 عيال، انا وسهل. عاملي نفسك كتكوته. دينا انا كبرت في السنه، عندي 40 سنه. عاملي نفسك كتكوته. والله بشوف ستات يعني هم جدود، يعني عندهم احفاد، وهي بتحب الترند اللي هو طالع بتاع البيجامه اللي هو الكريز ده، والبيجامه القلوب الصغيره. طنط مش مفيش مقاسك يا طنط، ده كله كده حاجات كده. لا انا عايزه اشوف حاجات من شي ان بقى. لا لا لا، انا بعد ما اكبر، يعني انا طنطي دي انا بعد ما اكبر بجد. فدايما عاملي نفسك على انك صغيره كتكوته. دينا ما بصي، بس عشان ما فيش واحده طلعت ايه عشان هو بينكد علينا. حبيبتي ماليش دعوه، انا ماليش دعوه دلوقتي بالراجل اللي هو نكدي. الراجل النكدي ده خليه عند مامته، وانت رجعي انت والعيال تبسطوا. ماشي. انا بتكلم عن الراجل اللي هو العادي، اللي هو حتى هو طول السنه بينكد، بس في الاعياد والمناسبات لا تمام، يعني انا معاكوا تمام فقشطه. انت دايما بقى حاسسه نفسك انت كتكوته بقى، بنوته صغنطوطه كده. طب بالنسبه للبنات اللي هي لسه عندها طفل 2، العبك والله ما العبك. خلاص بقى لبسنا الحاجه الحلوه ورحنا عند طنط ورجعنا بقى، خلاص هنقعد في البيت. كحكك، بسكوتك، مهلبيتك او رز بلبن، ايا كان ايه هو، انت مظبطه كل حاجه، انت مجهزه كل حاجه، فاكهتك، مش عارفه. انتوا بتتفرجوا بقى على مسرحيه العيال كبرت بايه؟ بالبيجامه بتاعتك اللي انت لابساها. انا ما قلتش بيجامه ببنطلون، انا ما قلتش اصلا في بنطلون، انا ما قلتش كده، انا بقول بيجامه. انا قلت لك فيها بنطلون، ما قلتش كده، ماليش فيه بقى. ماشي. وما قلتش انها بيجامه ببنطلون، يعني لا هي ببنطلون فعلا ماشي طويل، ولا هي من غير خالص. انت شوفي ايه اللي انت محضراه تقعدي بيه مع جوزك في يوم العيد، اليوم اللي انتوا هتتبسطوا فيه. كتكوته بقى. عايزه تجيبي مثلا حلقان بسيطه كده تلبسيها، لو اللي هي الكابس حلوه جدا، لو مش عايزه تخرمي ودنك. ممكن مثلا سلسله بسيطه كده تبقى حاجه خفيفه قوي، مفيش مشكله. برفانات الكتير بقى، الفحفحه والنحنحه تو ماتش بقى، تو ماتش دلوعه بقى، يعني دي حبه دلع. سيبيكي بقى من الصوت القد كده، قد كده والله العظيم كلنا بنصوت لا بصي بنطلع اللي في قلبنا. سيبيكي من الصويت، انا عايزاكي طول الوقت في اليوم ده بالذات، عشان يجي مفيش وقت في اليوم ده بالذات يا ست الكل. في اليوم ده بالذات عارفه اللي هو ايه، حابه انبساط، حابه نوثق اي ذكرى حلو، اي حاجه ده بجد. تمام. فانتي فحفحه بقى بالسبراي مثلا او باد سبلاش، اللي هو ريحته مثلا ايه زي الريحه اللي حطاها دي. انا مش عارفه دي ريحه ورد ولا ريحه شجري، بس anyway الراجل بيحب الريحه الشجري جدا جدا، مش قادره اقولك. يعني احنا كستات ممكن ما نحبهاش او نحب الفلوري مثلا، لا حطي ريحه شجري بس بلاش على جسمك. تمام. بلاش اماكن اللي هي مثلا هنا على جسمك، لا حطيها على هدومك. فحفحه طول الوقت. شعرك ريحته لازم تكون حلوه جدا جدا، هفهاف، تعملي كده هفهاف، تعملي كده هفهاف، ما تقصريش مع شعرك خالص خالص خالص. في البيت بقى تنتك البسيط قوي 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 على الخدود. والله يا جماعه التنت انا عايزه اقول لكم ان هو بيثبت اكبر قدر ممكن الكريم. عايزه اقول لكم ان التنت بتاع ايثار يا لهوي حوار. تنت ب 25 30 40 جنيه، قولي يا ستي 50 جنيه،
بس والله 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 بيثبت باليومين. والله انا بحط مثلا وانا خارجه، انا برجع اتوضى ال5 صلوات واصحى وانام وهو في وشي والله. فتنت اثار هينقذك، سواء الاحمر او الفوشيا. شفتيني وانا بجيب لك الدرجات، وبالذات الاحمر. ويا سلام بقى، يا سلام لو حددنا شفايفنا كده، شفايفنا بالبني الخفيف وحطينا احمر كده، مع ليب جلوسه. يا اختي على الدلع، يا اختي على الدلع، مش قادره اقول لكم. هسيب لكم اولا كده لينك اثار في اول كومنت مثبت. احنا عند دهب، بس قولوا احنا من عند دهب. انا مش قادره اقول لكم، اثار اصلا عندها كميه حاجات، وعندها كميه حاجات للاكل للجسم، يعني تحط على الجسم تاكل. اثار عندها كميه دلع للمتزوجات رهيبه رهيبه. عارفه اللي هو ايه؟ اثار ابعدي عني بجد، يعني حرام عليكي. يعني انا لما اجي اجهز حضرتك في ايه صباح الفل، مش كده. عندها كل حاجه انت تتخيليها، انت تخش عندها وهتلاقي. تمام. فزي ما بقول لك كده، انت تنت اثار هتحطيه على وشك، هتحطيه على شفايفك، وبعدين طلعتيه هتغسلي وشك، هتعملي كل حاجه براحتك. عايز تحطي ماسكرا في البيت اوكي، مش حابه انا من رايي برده بلاش. خليكي ايه، خليكي حره، خليكي براحتك. ماشي. مانيكيرك بقى، مانيكيرك ده لازم كده يكون مفحفح، سواء نبيتي او سواء احمر. انا عن نفسي بحب الاحمر جدا، ما بحبش النبيتي، بحس ان هو قاتم. النبيتي يتحط في الايد، انا بحب قوي النبيتي في الايد. بحب الاحمر في الرجل، بينور الرجل. طب انا لو مثلا الدنيا مزهزهه معايا شويه دي، عامله حسابي مثلا يا ستي معايا فلوس مثلا عايزه ادلع نفسي، اعملي الهارد جel او الهاف هارد جel في رجلك. دينا بيمنع الصلاه في الوقت اللي هو ده، وارجعي شيليه اتدلعي بيه. مثلا الفتره اللي هي بتبقى فيها بيريود او فيها مثلا ما بتصليه ايا كان بقى، وشيليه. في حاجات كمان بتتركب ان هو ما يمنعش الصلاه، اللي هو اصلا بيتحط على ضافر، والضافر ذات نفسه بيتركب. يا ستي هاتي ضوافر صناعيه وحطيها في رجلك، وفي الرجلين وفي الايدين، دلعي نفسك. وبعد خلاص لما تدلعي نفسك شيليها عادي جدا. يجيش قالك اتصرفي، فانتي تتصرفي عشان تدلعي، تعملي كل حاجه وفي نفس الوقت مش حرام، وفي نفس الوقت ترضي نفسك. ده كان بالنسبه ايه للضوافر والشخلعه. التاتو اللي لسه ما حطيتش تاتو في الوقفه، حضرتك تفتكري انك تحطي تاتو في العيد، لان التاتو بتاع العيد غير واماكنه بتبقى مهمه جدا جدا. في كمان الاماكن اللي هي الايه القديمه بقى، يعني بصي شفتي الركبه، في ظهر الركبه ممكن تحطي كريزه، ممكن تحطي فيونكه على شفتي الحته بتاعه الركبه اللي هي بتبقى ورا دي، فوق بقى كده ممكن تحطي فيونكه ونازله رجليها. يا خراشي يا خراشي لو حطيتي بقى ايه فرع ريشه كده على جنب، على من اول كعب الرجل او من عند معصم الرجل لحد فوق بقى ريشه. يا خراشي لو انت بتحبي ترسمي ارسمي ماما، ارسمي يا حبيبتي ولا يهمك. انت بتهزري ولا ايه؟ يبقى براحتك جدا. طقمي بقى، انا عايزاه كده يحس ان انت ايه ده يا رب كل يوم عيد. حسي ان انت فعلا خدي بالك من نفسك، يعني خدي بالك من صحتك، خدي بالك من شكلك، خدي بالك واهتمي. تقولي بلاش تقولي ايه لا مش مهم، كنسلتي نفسك هو هيكنسل وش، اهتميتي بنفسك هو هيهتم بيكي وش. فدايما ما تقوليش ايه اصل هو ما بيهتمش، لا ما هو انت مش مهتمه انت بنفسك، ما تلوميش على الراجل. تمام. فاهم حاجه اهم حاجه في الموضوع ده كله، ان حضرتك لازم تاخدي بالك من نفسك جدا. وزي ما قلت لك ما تكلفيش وما تافوريش ولكن حاجات بسيطه بتفرق جدا في الريتاش. قولوا لي عايزين فيديوهات ايه تاني. ان خلاص كده بديهالك فيديو العيد خلص، حطوا لي كومنتات تحت عشان اصور لكم الفيديوهات الفتره اللي جايه، وادعوا لي بقى استمر على خير، لان انا بصراحه يعني ايه الدنيا عامله كده معايا. وكمان هسيب لكم هنا اسم الانستجرام عشان مهم جدا 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 ان انتوا تيجوا على الانستجرام، هناك ببقى على طول موجوده. يعني اقول لكم استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.